رجعنا لحضراتكم مرة تانية، منورنا في الاستوديو ضيف الناقد الفني الأستاذ رامي المتولي. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. لما كلمتك ياسمين وقالت لك هنتكلم عن الفنان الكبير رشدي أباظة والفنان الكبير فريد شوقي، ساعتها إيه؟ فكرت في إيه؟ اتحمست طبعا. يعني هي الفكرة كلها إن إحنا بنتكلم على اتنين من أهم الممثلين في مصر. بس فريد شوقي كمان يعني عنده أدوار أكتر من فكرة كونه ممثل. هو طبعا مشهور بفكره ان هو بيعمل ادوار في افلام الاكشن من الدرجه الثانيه، يعني بي موفيز دي شهرته. لكن فعليا لو بصينا على الدور اللي عمله فريد شوقي في دعم الفن وفي دعم اجيال من الشباب والمواهب، هنلاقي طيب. مسيره حافله. يعني انت فتحت نفسنا، تعال نشوف كده نجوى عامله ايه، مجمعه شويه حاجات للفنان الكبير فريد شوقي. تعال نشوفها مع بعض ونبتدي بقى الكلام. تمام. يلا. فريد شوقي ملك الترسو. ولد فريد محمد شوقي في حي السيدة زينب، وحصل على دبلوم معهد الهندسة التطبيقية ودبلوم معهد التمثيل. عمل في أدوار صغيرة مع النجم أنور وجدي، ثم بدأ كتابة القصص السينمائية لأفلامه وحقق نجومية كبيرة. أصبح يلقب بملك الترسو، وحش الشاشة، الملك. وبالرغم من أنه غول تمثيل، إلا أنه كتب العديد من قصص الأفلام وعمل على المسرح في العديد من مسرحيات الريحاني. حصل على جائزة الدولة عن قصة جعلوني مجرما عام 1955، وعن جائزة الإنتاج في مهرجان برلين عام 1956 عن فيلم الفتوة. حصل أيضاً على جائزة الدولة للإنتاج عام 1962 ووسام العلم عام 1964. كرمه مهرجان القاهرة عام 1994، فهو استحق عن جدارة لقب ملك الترسو أو ملك السينما. فريد شوقي هو النجم الذي جدد نفسه دوما وتخلص من النمطية، ومن أهم أعماله كلمة شرف، سلطان، سكرتير ماما، 30 يوم في السجن، الأخ الكبير، الزوج العازب، نهاية الشياطين، بطل للنهاية، ساحر النساء، صاحب الجلالة، أبو الدهب. ورحل عن عالمنا تاركا وراءه رصيدا كبيرا من الأعمال المتميزة. يعني فيديو انا بشكر طبعا نجوى لان هي عملته فات النهارده، كانت تعذبت فيه، يعني عملت فيه مجهود كبير وفات قليل. خلينا نتكلم على الخطوط العريضه للفنان الكبير فريد شوقي. هو اولا لازم تشرح لي حكايه بي سينما، بي موفيز اللي هو فكره الدرجه موفيز. الثانيه للافلام بتتعمل ليه اتسمت درجه ثانيه؟ يعني على اساس انها ما فيهاش قصه قوي؟ لا يعني ما بيبقاش فيها اهتمام قوي بالعناصر الفنيه. قد ما بيبقى فيه اهتمام اكتر بمشاهد المعارك، وان يبقى فيه يحمسوا الناس بقى في اكشن، في اثاره،
في حركه دائمه في الفيلم. فدي يعني ليها جمهور كبير جدا في العالم كله، وفي نجوم بس متخصصين فيها. علشان كده يعني في كلمه في التقرير مثلا بيقول ان هو تحدى التنميط. هو ما تحداش التنميط خالص، وما ما بالعكس فريد شوقي نقدر نقول ان هو من اكتر الممثلين اللي كانوا منمطين في السينما. بس الفرق ان انت بتتعامل مع التنميط ده ازاي، او انت بتشوف التنميط ده ازاي لما بيكون في فنان على قدر كبير جدا من الذكاء. ومش بس ذكاء، لا ده هو بيعرف يدير موهبته كويس، بيعرف يدير شخصيته البرسونا بتاعته بشكل جيد. بيقدر يستغل كل الظروف، المعطيات اللي عنده في انه يخرج بره الصندوق. فهو الفكره ان هو اتحط في تراك معين من اول ما بدأ، ان هو بيطلع في شخصيه فرد العصابه، في الشرير، شخصيه الندل. فدي اصبحت لصيقه بيه. فازاي هو قدر يحقق كل الانجاز الكبير ده في حياته تحت مظله التنميط دي، وازاي قدر يخرج براها في اوقات ويرجع لها تاني علشان يقدر يفضل موجود على الساحه، يفضل في لينك ما بينه وما بين الجمهور. دي حاجه تتحسب له. يعني قليلين جدا جدا في مصر اللي قدروا يوصلوا للمرحله دي. يعني لو اتكلمنا على اسماء من هذا النوع، ممكن نيجي مثلا على مثلا مخرج كبير زي حسن الامام. اتهاجم في فتره طويله وما تردلوش اعتباره الفني الا في اجيال لاحقه. يعني ممكن اجيال الشباب اللي موجودين دلوقتي بيقدروا تجربه حسن الامام اكتر من المعاصرين. ف يعني الفكره ان انور وجدي مثلا ما كانش عنده وقت اطول علشان تجربته تطلع للنور، وبالتالي ما بنبصش برضو لانور وجدي بنفس القدر اللي المفروض نبص له. فريد شوقي مع انه كان متعدد المواهب جدا، يعني وفريد شوقي انا بعتبره تلميذ نجيب في مدرسه انور وجدي. يختلف بس معاه، يعني النقطه الوحيده اللي ما دخلش فيها زي انور وجدي هي فكره الاستعراض، فكره ان هو يطلع شكل مبهر للاستعراض في استعراض اصلا. لا يعني وقتها انا بتكلم وقتها يعني. فهو ما عملش ده بشكل كبير في الافلام اللي هو انتجها او اللي هو صنعها كصانع. لكن هو انا بشوفه تلميذ نجيب في مدرسه انور وجدي، انتاجيا وفي اكتشافه للمواهب، في ادارته لعمليه الصناعه. مش بس ان انا واقف قدام الكاميرا كممثل فقط، ده مفكر. يعني في حد عنده فلسفه، والفلسفه دي بتنعكس على الاعمال اللي هو بيشوفها. لذلك لو احنا بصينا على اي لقاء من لقاءات فريد شوقي في التلفزيون، هتلاقي شخصيه مختلفه تماما عن الصوره النمطيه اللي محطوطه في دماغ الجمهور. يعني الجمهور قد يتخيل ان هو هيتكلم بخفه شويه، مش هيكون عنده العمق ده ولا الطريقه. خد بالك انت 3/4 كمان الممثلين الكوميديين لما الناس بتشوفهم بتقعد تهزر معاهم نفس الهزار، في بعض الاحيان هم بيتضايقوا بالظبط. بتلاقيه اغلب الممثلين الكوميديا اما بتلاقيهم في الحقيقه تلاقيهم مكشرين كده واخدين الموضوع جد عشان ما عادش. لا واحيانا حتى لو سمير غانم، يعني سمير غانم كان طول الوقت بيهزر. سمير غانم لا في ناس ثانيه كانت بتهزر. الله يرحمك والله الواحد شاف فنانين كتير الا الفنان سمير غانم زي ما بنشوفه على الشاشه، زي ما كنا لكن بنشوفه في عمق وفي فلسفه وفي افكار ورا الكلام بتاعه. لكن لو اتكلمنا مثلا لو شفنا الفنان الكبير عادل امام، يعني معظم ادواره كوميديه جدي جدا. الراحل الكبير جورج سيدهم، يعني في عندنا استاذ فؤاد المهندس، استاذ عبد المنعم مدبولي، يعني في اساتذه كتير بتبقى في صوره نمطيه بتتكسر لما بنشوفها. فريد شوقي من الناس دي، من الفنانين دول. فالفكره ان احنا بنتكلم على مؤسسه فنيه فادت واستفادت، قدرت ان هي تحط على مدار التاريخ. احنا بنتكلم مثلا من اواخر الاربعينات لغايه الخمسينات. فالخمسينات دي فتره تألق، كان اوريدي بيكتب وبيمثل وعلى دخول الستينات كان بيعمل مسرح كوميدي. يعني هو اول كسر للنمطيه الكبيره اللي هو عملها دي ان هو دخل فرقه نجيب الريحاني. ودي اولا اول كسر نمطيه انه يدرس هندسه تطبيقيه وبعدين يخش اصلا مجال التمثيل. لان دي بالنسبه لنا صعب. عاده الناس اللي بتخش الحاجات اللي فيها شغل كتير ومذاكره كتير، هندسه تطبيقيه ما هي سهله. ايوه طبعا. فانه يدخلها وبعدين يقرر انه يسيب كل ده ويتجه للتمثيل، اظن دي هو مش يسيب، هو معظم الفنانين في الوقت ده كانوا بيعملوا ده. يعني حتى من بدايات السينما لو جينا بصينا على كليه علوم، كليه علوم اللي خرجت كم ممثلين رهيبه دي. طب برضه. فلو جينا اتكلمنا مثلا على توجو مزراحي، لو اتكلمنا على يوسف وهبي،
كل الاسماء دي على سراج منير. يعني سراج منير نفسه كان مسافر يدرس حاجه ودرس بره، وكان في مشكله ما بينه وما بين اهله لان هو درس فن وما كملش في الدراسه العمليه اللي هو كان رايح يسافر لها اصلا. فالفكره ان كان الجو العام في الوقت ده بيميل اكتر ان انت تاخد شهاده وبعد كده اعمل اللي انت عايز تعمله. يعني واعتقد ان في اثار للموضوع ده. للموضوع كان الناس اللي بتدخل الفن الاهالي دايما بتبقى رافضه يعني. طبعا، وما زال على فكره في اثار للفكر ده حتى هذه اللحظه يعني. لكن في نوعين من الفنانين في الفتره دي بالذات. نقدر نقول في ناس كانوا بيتعلموا بالتجربه بالدخول في الواقع العملي، ان هو يخش بيروح استوديو مصر بيحتك بالعمليه الفنيه وبالتالي بيتعلم. وفي ناس كانت بتدرس خاصه بعد تاسيس معهد التمثيل وبوجود الاستاذ زكي طليمات لما اسسه مرتين يعني على فترتين. الفكره ان بقى هنا في مجال ان احنا ندرس، ما نضطرش نطلع بره في المانيا وايطاليا علشان ندرس ونرجع. فدي سهلت شويه وخلت ان ايه ان المعهد لما يتفتح يبقى في امكانيه ان انا ادرس في مصر، لان كان برضو السفر عائق علشان تسافر تدرس. ففكره ان انا ممكن ما الاقيش حاجه اامن بيها نفسي كشخص بيفكر في حياته العمليه، بتخليه يدرس حاجه بعيده شويه عن المجال الفني، المجال الابداعي يعني. انا عايزه اقول ان يعني 3/4 الناس اللي خارجه من كليات يمكن عمليه او كليات نظريه سواء ده ولا ده، فكره ان كان موجود المسرح وكان في مذاكره حاجه لكن ليك نشاط فني حاجه تانية، كان لازم يبقى في نشاط فني. عشان كده فنانين كتير خرجوا ويمكن من دراساتهم الكليات ما حدش يتخيل ان هم يشتغلوا ممثلين. لا والمدرسه يعني لو حضرتك بصيتي والمدرسه هتلاقي مسرح المدرسه السعيديه المسارح في المدارس طبعا مسرح المدرسه السعيديه ده خرج اجيال، يعني حرفيا خرج اجيال من الفنانين ارتباطهم بالمسرح بدأ من المسرح المدرسي مش بس من مسرح الكليه. طب انت عارف انه كل فنان طبعا ما حدش بيبتدي يعني يكسر الدنيا من اول فيلم، قليلين قوي اللي عملوا ده، وبالذات زمان. يعني يمكن بقول دلوقتي لا، ممكن تلاقي عيال بتمثل حاجه مش ممكن ويبقى طالع لاول مره في حياته، لكن زمان كان في تصاعد كده لغايه ما توصل لمرحله معينه. ايه المرحله اللي انت شفتها للفنان الكبير فريد شوقي حسيت انه ده نضوج في مجال التمثيل، يعني وصل للبيك زي ما بيقولوا او للقمه؟ هو اكتر من بيك، هو مش حاجه، هو اكتر من بيك يعني. نقدر نقول ان فتره الخمسينات دي كانت فتره مهمه جدا. دي فتره العلاقه الرئيسيه ما بينه وما بين الجمهور. فتره الابيض واسود اكتر منها الالوان. الفتره دي هو برضو ما كانش رايح قوي لفكره البي موفيز او حتى الاي موفيز اللي هي الاكشن، افلام الحركه. افلام الحركه عموما، سواء كانت اللي فيها عناصر فنيه قويه او الافلام العاديه يعني متوسطه الجوده، اللي بتبقى موجهه للشباك التذاكر. يعني في افلام بتتعمل بغرض تجاري ان انا تجذب الجمهور وبالتالي احقق ارباح ماديه تخليني انتج مره واثنين وثلاثه. هو كان مهتم جدا بالواقع الاجتماعي، واعتقد ان دي كانت قضيه بتشغله من شبابه لغايه اخر عمل قدمه. يعني هو طول الوقت عنده رؤيه للمجتمع، بيلاحظ كل التغيرات اللي حواليه، بيلاحظ القضايا الاجتماعيه اللي بتطلع بحكم التطور، اللي بتطلع بحكم التفاعل والاحداث السياسيه والاحداث الاقتصاديه. بنلاقيه بيتفاعل معها بشكل كبير. لذلك يعني هم يمكن من اكتر النجوم اللي اعمالهم غيرت قوانين وغيرت واقع مجتمعي. يعني جعلوني مجرما ده واحد من بداياته الاولى، هو اللي حاطط الفكره، هو من تاليفه، وهو اللي مثل الدور الرئيسي فيه وتسبب في ان قانون الاحداث يتغير. كويس قوي. فالفكره هنا ان انت ممكن في هذه المرحله من حياتنا بعد ما اكتسبنا خبرات كتيره جدا في مشاهده مدارس تمثيليه كتير، ممكن نحس ان اداؤه هنا اداء مسرحي شويه، اداء مبالغ فيه، بس ده كانت طبيعه المرحله. وممكن نحس ان هي دراما او ميلودراما، يعني نحس ان هي
زياده، ما نتفاعلش معاها بشكل، ولكن اللي هو ممكن يكون اداء مسرحي اكتر منه اداء سينما. لكن في المرحله دي ده كان تطور كبير جدا. يعني كان اداء، يعني نقدر نقول ان مدرسته، لو احنا بنتكلم ان هو بيعتبر ان نجيب الريحاني هو من اهم فناني اللي جم في مصر، وطبعا احنا بنتفق معاه. هو كان عنده راي كمان اكبر، ان هو كان بيشوف ان هو اهم من شارلي شابلن. فالفكره هنا ان كان في مدرسه يوسف وهبي في الاداء، وكان في نجيب الريحاني اللي هو قرر ان هو يكسر القواعد كلها. هو ده كسر النمطيه فعلا. يعني خلى فكره ان يبقى في اداء اكثر طبيعيه. اول واحد التفت لفكره الاداء مختلف جدا ما بين خشبة المسرح، والمسرح له قواعد وطبيعة، بتروح للسينما بتلاقي حاجة مختلفة. صحيح. وبالتالي لأن عادة الناس اللي بتشتغل مسرح كتير بيأثر عليهم في السينما كتير. دي حقيقة. فالفكرة هنا ان فريد شوقي كان حاطط عينه على ده بشكل رئيسي، فهو مرتبط بنجيب الريحاني كمدرسة من البدايه، رغم ان هو مش من خط التلاميذ المباشرين بتوع نجيب الريحاني، اللي هم الخمسه او السته الرئيسيين، اللي هم فؤاد المهندس، عبد المنعم مدبولي، عبد المنعم ابراهيم، امين الهنيدي، وابو بكر عزت، ومحمد عوض. الفكره هنا ان هو ما كانش منهم، بس كان متاثر جدا بالاداء ده امام الشاشه. ولذلك فيلم جعلوني مجرما بكل نقول الميلودراما اللي فيه، بكل الاداء اللي موجود فيه، ده كان بيجمع كذا حاجه في الفيلم ده، سواء اكشن او هو فيلم بوليسي، فيلم مطاردات، فيلم تشويق واثاره، واجتماعي، بيناقش قضيه اجتماعيه مهمه جدا. هو من اوائل الناس اللي التفتوا لها يعني. طيب خلينا نروح للفنان الكبير رشدي أباظة. والفنان الكبير رشدي أباظة ده راجل ممثل رومانسي وممثل شر، عمل كوميدي، يعني هو متنوع. لكن انا بقف دايما قدام ازاي هو ده بقى خرج عن الاطار التقليدي، لان فعلا كان في خطوط عريضه كده للي بيمثل سينما انه لازم يمشي عليها، كسرها فعلا كلها ودخل الشباب بطريقه ما بحيث انه بقى مقنع قوي. تعالى نطلع للفاصل اللي عاملاه نجوى رشدي أباظة ونرجع نتكلم عليه. اتفضل. السينما العربية. ورحل عن عالمنا عام 1980 بعد معاناة كبيرة مع المرض اللعين، تاركا لنا تراثا كبيرا وضحكة مميزة على شاشات السينما والتلفزيون. إنه دون جوان السينما العربية رشدي أباظة. اظن الواحد اول ما بيشوف الفنان الكبير رشدي أباظة بيبتسم كده، تلاقي فيه ابتسامه كده. خلينا نروح لرشدي أباظة. خليني اروح للسؤال اللي هو الاوقات بقف عنده كده، انه ازاي الناس دي كانت بتمثل بالجمال ده، وخاصه الفنان رشدي أباظة لانه كان طبيعي جدا، بيبان طبيعي جدا، وكانت دي شخصيته الحقيقيه، في حين ولا كان في نت، ولا كانوا بيتفرجوا على افلام كتير ولا حاجه. عملوا ده ازاي؟ وهل هو فعلا كنا نسمع ان هو بيبقى ماسك نوتة دايما في ايديه بيكتب فيها تفاصيل الدور اللي هو بيعمله، تفاصيل لبسه عشان بيبقى خايف؟ هو طبعا في ناس بتبقى ماسكه الراكور والكلام ده، بس هو كان مهتم قوي انه بالتفاصيل دي، وكان كمان مهتم قوي انه يدرس الشخصيات المختلفه، يعني بيتامل. هل هو ده كافي انه يكون بيطلع شخصيه رشدي أباظة بالجمال ده في التمثيل؟ هو الفكره ان العصر ده كانت الموارد فيه صعب الوصول ليها. صحيح. لكن هما كانوا بيتفرجوا بشكل عنيف، لان السينما في مصر كان في شاشات عرض كتير جدا. صحيح. وفي كل مكان كان في شاشات عرض كتير جدا في كل المدن، وبالتالي كان دايما في حركه استيراد للافلام. كانت الافلام دايما بتيجي من بره تتعرض، وكان البعض منهم بيسافر مخصوص عشان يتفرج بره. يعني يوسف وهبي كمثال كان بيسافر ايطاليا سنويا علشان يشوف ايه الجديد في الديكورات بتاع المسرح، مين الممثلين الجداد اللي طلعوا، في حاجه جديده، مهاراتها يعني، ويشتري معدات ويرجع يحطها في للمسرح وفرقه رمسيس.
فالفكره هنا ان هم كانوا بيتفرجوا كتير جدا، كانوا على علم بكل ما هو خارجي المستجدات فيما يخص السينما. بالظبط. كويس قوي. بس الفكره هنا ان هم كمان كانوا بيتعلموا الشخصيه بالممارسه. المصريه نفسها. يعني هو انت فكره التواجد داخل الاستوديو دي مدرسه، مش لازم اكون اتعلمت بس. بشكل نظامي داخل المعهد، لان ما كان الاكسس للمعهد ما كانش ناس كتير بتقدر توصل له يعني. فالفكره هنا ان انا بتعلم بشكل عملي، بحتك باسماء كبيره في الوقت ده، بخلاف كمان الصداقات. يعني احنا لما بنيجي نتكلم هتلاقي ان هو كان في صداقة شخصية مع عمر الشريف، مع احمد رمزي، ففي مساحة. بالمناسبه كان في صداقه بينه وبين الفنان فريد شوقي برضه. طبعا يعني صداقة كبيرة يعني. فهي الفكرة هنا ان احنا بنتكلم على القدرات نفسها التمثيلية. انا عندي موهبة، ومش معنى ان انا ما درستش بشكل اكاديمي ان انا ما نميتهاش، لا بالعكس انا بنميها. فكره كمان ان هو كان بادئ من تحت جدا، يعني بادئ ان هو بيطلع هو مشاهد. اخد بكالوريا في اسكندريه، بس يعني من مدرسه ما كملش هو بقى ما كملش. بس هي الفكره كلها ان هو بادئ من ان هو عمل ادوار بسيطه. معارك، او ان هو بيطلع خناقات، او ان هو بيطلع بشكل صامت، او يطلع دور صغير جدا. يعني كان طالع مع اسماعيل ياسين مثلا في ادوار صغيره. فهي الفكره هنا ان هو كل دي بيستفيد بخبره، بيكون خبره، التواجد في البلاتو، التعامل مع السينما وادواتها. لما هو بيحتاج يركز في ده بيوصل لمرحله كبيره. عشان كده رشدي أباظة في رأيي بيختلف عن أي جان بريمير في مصر في الوقت ده. يمكن كلنا بنحب أحمد رمزي، بس لو جينا قسنا القدرات التمثيلية عند أحمد رمزي هتلاقيه مش بنفس القدر عند رشدي أباظة. رشدي أباظة أقوى. يعني لما بنيجي نقارن ما بين ممثلين، مثلا لو أجيزت المقارنة هنحطه في نفس الكاتيجوري مع عمر الشريف، ان احنا بنتكلم على حد عنده امكانيات. بمناسبة عمر الشريف هو كمان عنده امكانيات كانت دولية، انه يمثل بيخرج بقى من المحلية للعالمية، بس وهو طلع عمل ادوار عالمية فعلا. يعني ما نجحتش زي نجاح الفنان الكبير عمر الشريف. اصل عمر الشريف اخد خط، هو مع انه عنده اللغات. يعني انت عارف انه حتى الفنان الكبير عمر الشريف قال كده، قال انه الفرق بيني وبين واحد زي احمد زكي ده ياخد المليون اوسكار. الفرق بيني وبينه اللغة بالظبط. طب رشدي أباظة كان عنده 4-5 لغات، بيتكلم طلياني وانجليزي، وممكن يكون هو مش احمد زكي بس، هو ناس كتير. يعني محمود المليجي مثلا، يعني هي اللغه بتبقى عائق قدام ناس كتير، ولكن لكن يعني هو ما خدش نفس يعني الفرصه اللي كانت اتيحت لعمر الشريف ان هو ينتشر الانتشار العالمي ده كله، هو فيلم لورنس اوف اريبيا، لورنس العرب. الدور كان مترشح له فريد شوقي، كان مترشح له رشدي أباظة، كان مترشح له شكري سرحان. يعني في اسماء كتير كانت مترشحه ان هم ياخدوا الدور، لكن حسب ما يقال وحسب يعني ما هو اثير. زي ما تقول ايه عدم توفيق بس في لا هي ما عملش ادوار. انا بتكلم عن رشدي أباظة انه ما عملش ادوار. لا هقول لحضرتك، هي ما اثير او القصه اللي دايما بتتقال او بتتردد ان هو اتعرض عليه الاول قبل عمر الشريف، ولكن طلب منه اوديشن، طلب منه بروفا يمثل فيها الشخصيه اللي هو يعملها. هو حس ان ده تقليل على حسب الروايه، وان شاف ان هو يعني عنده خبره تكفي ان ما حدش يقول له تعالى مثل الشخصيه قدامنا عشان نشوفها، مع ان ده نظام متبع بره وده سيستم، بس ما كانش لسه النظام ده معروف. يعني ممكن احنا هنا في مجتمع ممكن يكون عنده قواعد مختلفه وبيقرا العمليه الفنيه والصناعه بشكل مختلف، هو بيشوف نفسه نجم وهو ده حقه. شايف ان انا ما ينفعش كده، انت ما تختبرنيش يعني انه ده تقليل منه ده طبعا. فده على حسب الروايه، وبالتالي كان في ترشيحات كتير جدا. عمر الشريف عمل الاوديشن، اتقبل، سافر. ولكن رشدي أباظة عمل ادوار في السينما العالميه، ولكن ما كانش عنده التاثير القوي ده. فريد شوقي نفسه برضو عمل ادوار في السينما العالميه، بما اننا برضو بنتكلم على فريد شوقي، وكان عنده حقبه مهمه جدا عمل فيها افلام من الدرجه الثانيه، اكشن من الدرجه الثانيه في تركيا. يعني كان عنده افلام كانت بتدبلج، يعني هم الممثلين بيمثلوا تركي وبيدبلجوا كلامهم بالعربي عشان الافلام ينفع تتعرض في المنطقه يعني. حلو قوي الكلام. طيب خلينا نتكلم على رشدي أباظة برضو في فكره ان هو عمل دور انت عارف في فتره كده ممكن تبتدي دور شر
تعمل لك دور دورين شر، وبعدين تبتدي تتجه لغايه ما تبقى بطل. فعاده البطل بيبقى مرفوض انه يبقى شرير يعني. لكن الرجل التاني كان في عز رشدي اباظه، وعمله باحترافيه شديده جدا لدرجه ان انت يعني تصدقه. فخلينا نتكلم على التنوع اللي لعبه رشدي اباظه. لعب كوميدي ولعب شر، بس تحديدا في الشر كان ليه تاثير كبير، والفيلم الحقيقه نجح نجاح باهر يعني. فخلينا نتكلم على تاثير رشدي اباظه في الفيلم ده. هي الفكره هنا ان في ممثلين كتير جدا بيخاف يخرج بره المساحه الطيب الامنه. البطل مش بس البطل، المساحه الامنه ايا كانت. يعني في عندنا ممثلين هيفضلوا محكومين بالشر طول عمرهم، ولما بيعمل دور مع ان ملامحه مختلف طيبه. زي لسه كنت بتكلم عن محمود المليجي، ده راجل ملامحه منتهى الطيبه، وراجل بيقولوا على الحقيقه طيب جدا، بس هو استغل ده عشان هو اتحط ممثل في كبير. اطار ادوات كممثل وبيطورها طول الوقت. هو قادر يستغل ده، عكس مثلا زكي رستم. يعني زكي رستم ملامحه حاده، لو شفتيه في دور طيب هتستغربي، شك، هتقولك هيبقى شرير في في حاجه الاخر. هيبقى شرير في الاخر فعلا. فالفكره هنا انا بتكلم على شخصيه جان بريمير، حد ملامحه وسيمه جدا. فده عكس فكره الشر. بس احيانا بيتم استغلالها بشكل جيد جدا لو وظفتها ان انا اعمل شخصيه الشرير اللي وسامته بتساعده على الشر اكتر. فلذلك هو قدر يعمل ده. يمكن قليلين برضو اللي قدروا يعملوا ده. يمكن استاذ احمد مظهر، رشدي اباظه برضو باعتبار واحد من الاساتذه الكبار في التمثيل في السينما المصريه. ففكره استغلال الوسامه في ان انا احركها عشان تكون عامل مضخم للشر، دي حاجه مهمه جدا. لان هو برضو كان قصاده جان بريمير تاني اللي هو كان صلاح ذو الفقار. فالفكره ان رشدي اباظه كان مدرك جدا لنفسه كممثل. يعني ابعاد جسمه، حركته، ملامح وشه، كل الحاجات دي بتفرق جدا مع الممثل لما بيجي يختار الدور، لما بيجي يبني الشخصيه، لما بيحط لها ملامح، لما بيحط لها اداء حركي. مش كل الممثلين بيقدروا يعملوا ده. دي كلها ادوات صحيح. عند الممثل مش كلهم بيقدروا يعملوا ده. واحيانا بيكون في عائق قصاد الممثل ان هو مش وسيم. يعني لو ما فيهوش يعني احنا خرجنا من الدايره دي. انه ممكن بطوله مطلقه ويطلع البطل. انا ازاي بوظفها؟ يعني ازاي اقدر اوظف الوسامه بتاعتي دي بحيث انها ما تكونش عائق للشخصيه، ما تخليش المشاهد يفصل يقول لي انت مش لايق على الدور، مش لايق على ده، او الملامح الشكليه مش لايقه. والعكس صحيح. لو انا عندي عفوا لو انا ما عنديش الملامح دي اللي هي الملامح الجميله الملونه دي، ازاي اقدر ابقى حبيب؟ بدليل انه هو لعب وكمان احمد رشدي اباظه لعب دور ابن البلد. انا مع نعيم عاكف عمل دور مع طبعا حازر القاضي. حضرتك شوفي لا وفي صراع في النيل الفتوه تامر حنه عامل فيه الفتوه. شفناه راجل بسيط وفقير وغلبان، وشفناه في صراع في النيل مثلا شخصيه مجاهد بالظبط. يعني الحقيقه لا، رغم انه الوسامه دي لكن قدروا يطوعها فعلا زي ما انت بتقول بالزبط. انها تكون متنوعه. واللي السر بقى في الزوجه 13، عشان الحقيقه الفيلم ده يعني رغم ان هو طالع يعني زير نساء وغيره، الا انه يعني بقى يعني الستات حبته اكتر في الفيلم ده. ايه السر في الفيلم ده؟ اولا هو مكتوب ببراعه شديده، القصه نفسها دمها خفيف وفكرتها كويسه. خلينا نتكلم على ازاي هو قدر يطوع الدور ده فعشان يطلعه بالجمال ده ويخليه يعلق في دماغنا اكتر من اي فيلم تاني عمل. هي الفكره ان الفيلم مقتبس اصلا، يعني هو في اصل اجنبي للفيلم وفي مسرحيه. فالفكره هنا ان القصه نجحت موجودة اصلا على عدد يعني من موجوده، ولكن المستويات. الفرق هنا اول نقطه بتفرق هي ازاي بتتمصر، ازاي بتتقدم للجمهور المصري. صحيح. هي اتقدمت بشكل يتوافق مع البيئه بتاعتنا، له علاقه بالبيئه جواه طول الوقت، في حاجات يعني ليها علاقه بينا. ده رقم واحد. رقم اتنين اعمال الروم كوم، الاعمال اللي هي الرومانسيه الكوميديه اللي هي بتجمع ما بين ما هو رومانسي وما هو كوميدي، دايما بتشد اكتر لان هي بتجمع ما بين الحاجتين دول.
وفي نفس الوقت يعني الجمهور المصري بيحب جدا الكوميديا. الكوميديا دي واحده من الانواع المفضله جدا عند المصريين. فلما بترتبط بقى بالرومانسيه ويشوفوا شاديه ويشوفوا الخطط اللي هي عاملاها علشان رشدي تخليها. اباظه كابطال، خد بالك وفي في الصف ميمز كتير، الثاني مش انتوا بتقولوا الميمز ميمز. دي خرجت ما من الفيلم. ما دي النقطه اللي انا جاي اقولها لحضرتك. فالفكره ان انا وكمان بشوف بتقولي صباح الخير يعني من ضمن الحاجات. بالظبط. فكره ان انا احط في الاول رشدي اباظه وشاديه، والاثنين الجمهور المصري بيعشقهم، بيعشقهم فعليا. في الخط الثاني ممكن تلاقي عبد المنعم ابراهيم وتلاقي حسن فايق. فالفكره هنا ان احنا بنشوف يعني كاست عنده اجيال كتير جدا، بيوصل لناس كتير جدا. دول الحاجتين دول. الحاجه الثالثه بقى فكره ازاي اعمل اغنيه، وازاي استخدم اغنيه من الفولكلور والتراث واوظفها داخل للفيلم واحطها في موقف كوميدي وموقف بيعد مأزق للبطل. يعني من عينيك وفداء عينيا. لا المشهد بتاع الرقصه ومراتاته كلهم هم جايين موجوده. ايوه بالظبط. ففكره الاستخدام ده بالطريقه دي والبنى بالشكل ده خلى الفيلم يعني يستمر في الذاكره لوقت طويل جدا. الافيه اللي حضرتك قلتيه مثلا بتاع وكمان بتقولي صباح الخير بتحط طول الوقت يعني هو افيه وبيستخدم ميمز طول الوقت بتعبر عن الحاله. ففكره ان الفيلم يبقى انتاج معدي مثلا 40 سنه ويقدر يوصل لجيل جديد، دي حاجه مهمه جدا، حاجه لازم تتحسب لصناع الفيلم كلهم. فالفكره هنا ان رشدي اباظه لو جينا بصينا على ادائه، بما اننا بنتكلم على رشدي اباظه تحديدا، هتلاقيه شايف الموضوع بشكل مختلف، باني للشخصيه بتاعه الشاب المستهتر دي بطريقه مختلفه تماما. عنده اداء حركي، دايما بيشوح بايديه، عنده تعبيرات بيعملها بوشه، لما بيتعصب بيقعد يحرك جسمه كله بطريقه معينه. عنده تون صوت، تعامله مع شادية ومع باقي الستات مختلف جدا من تعامله ما بينهم وما بين بعض. يعني لما بيعامل الستات اللي هو زهق منهم هتلاقي بيعامل شادية بطريقة مختلفة لان هي ما وصلتلوش. ده نابع من قرايته للشخصية، من معرفته بشكل كبير قوي لأبعاد الشخصية دي حتى لو ما كانتش مكتوبة على الورق. الفيلم التاني اللي عمله مع الفنانه الكبيره شاديه وبرده كان كوميدي وكان برده حقق نجاح عظيم جدا. افتكروا لي يا ياسمين، انت مش كاتبه لي من ضمن الافلام تقريبا اللي هو كان طالع فيه دكتور اسنان وكانت هي المساعده بتاعته. ده كان عنده برضو ده فيلم اجنبي طبعا، اتعمل فيلم اجنبي رحمه الله عليه، له افيه شهير جدا كان يقول يا اوحي طول الوقت. ايوه وكان في سمير صبري وكان في عادل امام وكان في ماجده، يعني تقريبا يعني اجيال كتير جدا من العظماء من الممثلين في الفيلم ده في كان تاريخ وبرضه هو قدر يتمكن. اسمه ايه؟ نص ساعة جواز. من الافلام نص ساعة. نص ساعة يعني نركز ساعة نص ساعة. ده من الافلام وسمير صبري غنى فيه محتار انا ويا البنات، واغنية يعني فده فيلم برضو يعني من الافلام الروم كوم المهمة جدا في تاريخ السينما المصرية. طب ايه حكاية بقى انه زمان كان الفنانين ما يحبوش يقولوا ان هم تعبانين او انه حد اصابهم مرض؟ يعني انا عرفت، انا لسه عارفة برضو ان هو كان اصيب بكانسر في المخ. الله يرحمه. انا عايزه اقول انه ده ما تحسش خالص. ليه الفنانين زمان ما كانوش يحبوا انه يتقال؟ النابلسي زمان لغايه دلوقتي يا فندم. النابلسي وجات لغايه دلوقتي لا بالعكس، انا بحس انه يعني الفنان الكبير حسن حسني كمان ما كانش عايز يقول. يعني انا فاكره في مشهد شفته له لقاء من اللقاءات قال انا زي الفل انا كويس وكان تعبان عشان يشتغل. يعني الفنان الكبير حسن حسني رحمه الله عليه كان عنده تصريح من التصريحات بيقول ان طلعت عليا اشاعه ان انا عيان فعشان كده انا قاعد في البيت. انا بقول انا مش عيان، انا موجود وطلع بيتكلم. فهي الفكره ان هي دايما اشاعه المرض دي او ان حد يقول ان فلان مريض او هو يقول ان انا مريض، ده معناه ان مفيش اعمال هتتعرض عليه. فكان في تخوفات دايما قطعا طول الوقت. يعني بقول لحضرتك ده مستمر حتى هذه اللحظه. لكن هل معاناته اللي عاناها في المرض كانت محسوسه؟ الناس كانت حاسه، الفنانين كانوا جنبه كانوا متواجدين؟ انا عارفه ان الفنانه الكبيره ساميه جميل طبعا طبعا كانت زوجته كانت يعني موجوده معاه لغايه اخر لحظه. هو علاقته بالوسط كانت جيده جدا. يعني هي الفكره كلها ان هو كانت علاقته جيده، ما كانش فيه خلافات كبيره جدا مع حد تذكر. يعني بيتعامل بشكل جيد، حرفي جدا.
طول الوقت بيحافظ على شخصيته وعلى هيبته وعلى اسمه وعلى نجوميته وعلى ونجح البرسونا الحقيقة بتاعته إنه كرشدي لغاية أباظة. دلوقتي ناس ولكن ده بتحبه. مش معناه ان هو يكون جاف او يكون في صداميه ما بينه وما بين اخرين. بالعكس حتى اواخر ايامه وحتى بعد ما توفى، الناس كلها لما كانت بتتكلم على رشدي أباظة بتتكلم عليه بشكل جيد جدا، وده طبعا تاكيد على وما زال تاثيره هو لغاية كشخص دلوقتي. يعني. على قصدك حياته الشخصية كمان. طبعا. عن الشخصية. فالفكره هنا ان يكون في ممثل بيقدر يجمع ده كله مع بعضه بيبقى صعب يعني. برضو من الحاجات اللي كانت بالنسبة لي غريبة وبقف قدامها انه عدد كبير من الفنانين الحقيقة لما عنده وفاته ما كانش بيبقى معاه فلوس. يعني غير الاجيال دلوقتي اللي موجوده، كل واحد بيعمل مشروع واتنين وانا بعتبره ذكاء الحقيقه، انه عايز يعمل اسره بسرعه ويبتدي يفكر في مشاريع تانية بعيده عن الوسط الفني. لكن زمان كانوا هو الفن وبس، وممكن يوصل لمرحله انه مش بيفكر في الفلوس خالص اصلا يعني. انا بحس ان هي كده بالتبادل. حاضر. يعني انا بحس انها بالتبادل. يعني كان في جيل بيصرف بشكل عنيف جدا، حضرتك هتلاقي الجيل اللي بعديه بيشوفه وهو بيعاني فبيبتدي يحافظ على الفلوس ويبتدي يعمل أيوه. يبتدي يعمل تبادل يعني تبادل ادوار. لو حضرتك حسبتيها كده فكري فيها هتلاقي ان الجيل اللي كان اللي بيجي مسرف بيجي بعديه واعي، جيل بيحط مشاريع اقتصاديه وبيبقى عنده بيكون ثروه دلوقتي. فهي كده ورا بعض. ايوه صح. يعني الجيل الجاي هيبقى تقريبا ده الدور على الجيل اللي بيصرف. اولا انا سعيده بوجودك معانا، ميرسي يمكن دي جدا اول يا مره أستاذة تكون ريم. معانا في نادي العاصمه، بس ان شاء الله ما تبقاش اخر مره. أكيد. تنورنا كتير وسعيده ان احنا النهارده يعني انتبهنا لحكايه 27 يوليو، انه 2 من العظماء فقدناهم في يوم زي النهارده، بس هم زي ما قلت حياتهم الرقميه ايا كان بقى الرقميه، من خلال التلفزيون، من خلال لسه بنشوفهم اوقات بيتعاد اهميه اللي الافلام. قدموه كمان. ده حقيقي. بتمنى انه يبقى في مصر في مهرجانات زي العالم كده، زي ما انا دايما بحكي انه مثلا بيتهوفن القريه بتاعته بتحتفل طول الشهر ببيتهوفن في وقت وفاته او ذكرى وفاته. احنا كمان عايزين الفنانين بتاعتنا دي نحتفل بيهم طول الوقت، واخواتنا العرب بيحبوهم نفس مقدار حبنا ليهم، فاكيد هيبقوا سعداء. دي حقيقة. وده هيعمل نوع من السياحه السينمائيه بقى. دي حقيقه. انا بشكرك، ميرسي نورتنا جدا. النهارده، ونشوفك ان شاء الله اكيد إن شاء الله. قريب. بنشكركم على حسن المتابعه، نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه.